ورجعنا بعد غنية الزيارة مع راديو ويت منزل بورقيبة على الفريكونس 104.3 ويلتحق بنا صديقنا خالد سيسي. شنو احوالك يا خالد؟ مرحبا بالمستمعين راديو ويت 104.3 مش انتقى بلديه بالصحيحة. هشام ميرسي. وينك نهار السبت؟ نهار السبت الله غالب صار شنو؟ في اجتماع طارئ مع الوزارة. تعرف اللي أنا عندي مشروع مهرجان يهم الشباب التونسي الكل. الله غالب اتصلت بكم وعلمتكم اللي أنا ما نقدرش يا خويا قرع هو الساعة توا. صح خايف الكاس يتيحك يسلق هكا. صح على حجامه يا خالد. صح احلى تحيه ليك خالد صديقنا. فقره راديو زمان، فقره راديو زمان كل مره ناخذوا ممثل فنان كل مرة دونك من الزمن الجميل. وانت مغروم بالزمن الجميل. شكون اخترت لنا اليوم؟ لكن يظهر لي قبل ما باش ناخذوا شكون اللي اخترت لنا باش نسمعوا البورتري هذايا. نسمعوا البورتري هذايا ونخليوا الناس الكل اللي تسمع فينا تطلع شكون الشخصية هذه. قالوا عليك كلام جميل تهوى المسرح والتمثيل، قالوا عليك فرحة العمر كيف الطل، تزهى الدنيا تنور فل، أعمالك ديما في البال كالتبسيمة والموال، معاك تتبدل الأحوال والضحكة يرسمها الفم. أنا حكيت عليك وقلت بالباهي مدحتك وشكرت، زعما شكونه هالفنان من مدة بدل عنوان، لوجت عليه واحترت، أنا اليوم عليه عثرت، وانت عرفته ولا حرت. وانت عرفتوا ولا حرت مستمعينا الكرام اللي تسمعوا فينا على راديو ويت منزل بورقيبة. زعما شكون الضيف متاعنا متاع راديو زمان؟ نخليكم تكتشفوا. اكيد ضيفنا اليوم هو نقولوا الو عسلامة. الو عسلامة، كل عام وانت حي بخير رمضانك مبروك. الممثل القدير جلال الدين السعدي، شنو احوالك؟ الحمد لله عايشك ربي فضلك. سعداء جدا باستقبالك في راديو ويت. راديو ويت احلى تحيه ليك. شنو احوالك وشنية صحتك وان شاء الله تكون بخير. واكيد احنا فرحانين برشا وقت اللي نقولوا الممثل القدير، بالحق كلمه قدير يستحقها جلال الدين السعدي. شنية دونك شنو باش نتناولوا معاه اليوم؟ برشا محاور هكا ولا يا خالد؟ بالطبيعه جلال الدين السعدي ما شاء الله يعني مسيره كبيره. هو يعتبر يعني مؤلف. انا لي سؤال اللي نحب ندخل بيه بصراحه، وانا راني نستنى في المداخله ذي. نحب نسالك سؤال مهم. يعني كي جينا نشوفوا الحاجات اللي يعملهم جلال الدين السعدي حاجه روعه. يعني يعني تشوف الكتابه نتاعو، يعني انسان يكتب بطريقه مزيانه. السؤال نتاعي المهم، انا عندي برنامج نحضر فيه سي جلال الدين السعدي اسمه مهرجان تونس الدولي لاكتشاف المواهب، والمهرجان هذايا نحب نطلع فيه ديتانو نلوج على واحد كيف انت يكتب وانت هارب، ونحن نفركسوا على واحد ونلقاوه قدامنا. ما شاء الله عليك مسيره كبيره برشا، ويشرفنا ان اليوم نسمع صوتك وكل المستمعي راديو ويت 104.3. دونك احنا اكيد فرحانين برشا بسي جلال السعدي. دونك اللي باش يحكي لنا على مسيرته باش نبداو مع بعضنا. دونك باش نبداو مع بعضنا كيفاش بدا جلال الدين السعدي؟ جلال الدين السعدي بدا بالغرام من اللي هو صغير. دونك بديت بشويه كيما المسرحيين القدم، على خاطر في عصرنا نحن توا حل عينك غمضها تنجم تولي فنان معناها. ما احنا تعبنا برشا باش سجلنا اسماءنا معناها. انا شخصيا تعبت برشا باش سجلت اسمي. بديت من السكولير، عملت الهوايه، ثم عملت المسرح المحترف اللي باقي موجود فيه، واللي هو الاساس بالنسبه لي انا، لاني انا ممثل مسرحي بالاساس. والتلفزه
ما كانتش عندي برشا اعمال، السينما كيف لكن انا باقي موجود في المسرح، والمسرح بالنسبه لي انا هو الاولاني، هو البرنسيبال. معناها مانيش من النوعيه نتاع الممثلين اللي يعملوا مسرح على خاطر ما لقاوش عمل تلفزي. انا ديما الهاجس المسرحي باقي موجود. وقت اللي نقولوا جلال الدين السعدي، انت قلت توا ما عندكش برشا اعمال مسلسلات، لكن وقت اللي انا نقول جلال الدين السعدي نقول برشا مسلسلات، وبالاخص وقت اللي نقولوا المغزى. اي من وقت انا مانيش موجود معناها في المسلسلات. من وقت لا باش ما نقول لا من بعدها هي معناها خدمت في المسلسل الاستاذه ملاك في 2011. من وقت انا مانيش موجود في المسلسلات التونسيه، ومش مقلقني بالكل غيابك على المسلسلات التونسيه، لاني انا بالاساس ممثل مسرحي. معناها انا نتقلق كي نبدا مانيش موجود في مسرحيه ولا ما عملتش اون كرياسيون جديده في المسرح. لكن انت قدمت التلفزه والسينما اخر اهتمامات. لكن انت قدمت الاضافه، وقدمت اضافه كبيره في المسلسلات التونسيه. معناها قدمت الاضافه والتوا وما زلت تقدم في حتى في الاعادات. معناها نلقى نفس الاعجاب ونفس الشكر من المشاهدين. على فكره نحب نبلغ لك السلام من العائله نتاعي انا، المدام والصغار، دونك يحبوك برشا، حتى في الاعاده راهو يتفرجوا فيك ويحبوك برشا. وقالوا لي سلم لنا عليه هكا حرفيا، سلم لنا عليه وقولوا له رانا نتفرجوا فيك في المسلسلات نتاع اللي عملتها وفي المسرحيات نتاعك. دونك قلت كلمة أنت مسلسلات المجمرين. أي فما سؤال فني أنا نحب نسأله لك سي جلال بخصوص يعني فما تركيز كبير على كلمة المسرح. برشا ممثلين من القدم نحن نقولوا الناس اللي ما تعرف أنت الدراما التونسية في الفترة هذه، خصوصا لما تطورت الدراما، يقولوا نحن فما تطوير من القنوات التوانسه. فما سؤال فني نحب نسأله لك. لاحظت شيء انه القنوات العربيه مثل مصر والدول العربيه متشبثين برشا بالمسلسلات القديمه متاعنا اللي هي تعتبر اللغه العربيه الفصحى، والطريقه متاع التعبير ولا الاداء للممثل يكون اقوى من التعبير اللي موجود توا في الدراما التونسيه. هذا سؤال فني ماذا بينا تجاوبنا عليه، لانه انا هو راهو اغلب الدول العربيه عندهم كم كبير من الانتاجات. معناها احنا ما نجموش نقارنوا روحنا بهم بزوز مسلسلات نعملوهم في رمضان يسرتوا السنه. معناها عدد المسلسلات ضئيل جدا. دونك لا مجال للمقارنه مع بلدان مصنعه خاصه مصر وسوريا. معناها ما نجموش نقارنوا روحنا بهم. احنا لو كان لموا فلوس المسلسلات التونسيه الكل ما ظهرليش كان نجموا نعملوا ان بون فيتون هيستوريك. انا نحب نسمعك جينيريك نتاع فرحة العمر ونحب نتذكر معك فرحة العمر بالحق. فرحة العمر شنو يمثل لك فرحة العمر يا سي جلال؟ والله فرحة العمر أنا بالنسبة لي أنا نقلة نوعية ما جاتش مخر برشا، جات في وقتها. بعد ما شاهدت سلمى بكار مسرحية دار لهنا فكرت مليح وقالت لي
باش قولك لو كان هالمشاهد هذوما السبع مشاهد اللي في المسرحيه دار لهنا تردهم 30 مشهد وتعمل لي بهم سلسله كوميديه اللي اخترت لها انا بعد عنوان فرحه عمر باش ما تكونش دار لهنا مره اخرى تلفزيون. دونك كانت تجربه حلوه برشا وفيها هي انا تعلمت كتابه السيناريو على خاطر سلمى بكار وقفت معايا برشا وعلمتني لي زابيسي نتاع الابجديات نتاع الكتابه والى حد الان معناها انا اعترفت لها بهالجميل اللي قدمته لي اللي بعده هو كتبته لقيت روحي حاضر باش نكتب سيناريو لانه يعني السيناريو والنص المسرحي ما يشبهوش لبعضهم. وكانت تجربه حتى في التصوير كانت تجربه حلوه برشا قدمنا فيها اللي نجموا نقدموه الجديد اللي نجموا نقدموه من خلال النص والتمثيل الجديد والديكورات وحاولنا باش يكون العمل هذاك نقدموا فيه النوفيل ابروش معناها للسلسلات معناها التلفزيونيه وعلى اثر هذا معناها تحصلت السلسله على جائزة أحسن عمل وقتها في مهرجان التلفزيون العرب في القاهرة. فوالا يستاهل فرحة العمر بالأخص الممثل الكبير لحد الآن كونه حتى في الإعادات مازال حي مازال حي قلت لك مازال حي والعبيد مازال تتفرج فيه اليوم حتى بعد 20 سنة وما زالت الضحكة موجودة وقت اللي الواحد يحب يضحك بالحق من القلب يحط فرحة العمر يحط دار الهنا. باش نسمعك جينيريك مسلسل قل لي شنو اسم المسلسل هذا؟ المسلسل هذا ويا حسرة على الجينيريك ويا حسرة في المسلسل. كيفاش قلت لي؟ المسلسل هذا هو مسلسل حسابات وعقبات. اي مسلسل حسابات وعقبات اللي مثلت فيه وكان دورك المغزل. اي كان دوري المغزل محليه المغزل محليه البساطه ومحليه تمثيله المغزل محليه جليل الدين السعدي اضاف لحسابات وعقبات. يعيشك لو كان تعرف اللي الدور هذاك ما كانش باش يتعطى لي انا معناها كان باش يتعطى لممثل اخر وفي اخر لحظه المخرج قرر كونه يعطيني الدور هذاك لي انا وقال لي راني باش نغامر بيك ما نعرفكش كيفاش تخدم باش نغامر بيك. دونك حطيت كما يقولوا الباكو الكل انا باش نقنع المخرج وباش نقنع اساسا نفسي اللي انا ممثل نجم نكون ممثل تلفزي يشد الانظار وباش نقنع المشاهدين. التلفزه سي جلال اصعب من المسرح؟ ما هيش اصعب تختلف. المسرح اصعب من التلفزه واصعب من السينما لكن وانت تخدم في المسرح تحس بمتعه معناها حتى في عذابه فما متعه. اوني هكا بارفوا نحسوا احنا كأننا
كأننا نحبوا كالعذاب نتاع المسرح. كي نبداو داخلين لقاعة التمارين نبداو محضرين رواحنا لهاك العذاب هذاك، وهاك ساعات القلق، وساعات ما تلقاش روحك، وساعات ما تلقاش النص، وساعات يتعدى نهار مش هو معناها. مي كومام يقعد باقي الشارم نتاع المسرح خير، ويظهر لي حتى بصعبه هو خير من التلفزه والسينما. هذاك علاش انا جو تيان بون او تياتر، وباقي شد صحيح في التياتر والتلفزه والسينما، حتى كي ما يجيوش ما يعملونيش برشا. على هذاك اذا تشاطرني الراي اكيد، ونضال اذا تشاطرني الراي وخالد، على هذاك كل مسرحي وقت اللي يقوم بدور في التلفزه يقدمه بإبداع وبنجاح كبير برشا ويخلي بصمته. أنا نحب نسأل سي جلال الدين السعدي سبب انعدام ظهوره في المسلسلات الرمضانية من 2011. من 2011 ما ظهرش في المسلسل. السبب هو يعني المخرجين يعني ما عيطولوش، والا هو يعني يرفض في الأعمال؟ هو في السنين معناها على خاطر المخرجين يمكن ما عادش يراوني مش يمكن ما عادش يراوني في الاعمال نتاعهم، وهما احرار معناها وانا ما يقلقنيش. على خاطر لحد الان انا عمري ما حضرت في كاستينج. باقي المخرجين هما اللي ناديوا لي باش نخدم في الاعمال اللي خدمتها في التلفزه ولو انها شويه. كيف زاد بالنسبه لي انا كسول جدا. جو سوي تري باريسو معناها. سي جلال انا باش نجاوبك بطريقه اخرى، لانه الجواب نتاعك نوعا ما انا نراه غير الكلام اللي قلته بخصوص الانتاج. اول حاجه نحن ما عندناش برودكسيون قويه في تونس، يعطيك الصحه، لكن انا نرى القيمه نتاع سي جلال الدين السعدي قيمه قويه برشا. لو جاء برودكتور قوي قادر انه يعمل بيك انت مسلسل، هذه انا نقولها وعندي ثقه في الكلام اللي نحكي فيه، لاني في هذا اللي قاعد نسعوا نحن باش نخدموه في برنامج لي تالون تونيزيان في تونس. دونك انا البروفيل نتاع جلال الدين السعدي كان جاي برودكتور قوي قادر انه يعمل مثلا فما عنوان نتاع مسلسل شعبان في رمضان، انا نراها مثلا يعني حاجه كيف كاي نجم يكون فيها سي جلال الدين السعدي حسب ما نتصور. خالد سامحني، انت تو مثلا في كل رمضان تلقى لو مينيموم 4 مسلسلات وزوز سيت كوميد، لو مينيموم هذا فهمت؟ كيفاش تقول لي ما عندناش يعني مسلسلات؟ ما عندناش، عندنا رمضان نخدم على رمضان. شعبان في رمضان اللي تحكي عليه توا تصور عام 2005 والتو يعدوا فيه. وانا اللي كتبته راه معناها السلسله كتبتها انا واخراج سلمى بكار، وانا كنت موجود فيها، لكن اخترت باش نكون موجود في دور صغير معناها. اولا على خاطر وقتها عمري انا ماهوش موجود في الكاستينج نتاع المسلسل الا في الشخصيه المعينه اللي خدمتها انا. ثانيا باش في وقت من الاوقات ما يتقالش كونه انا المؤلف وخدم دور البطوله معناها خذا كل شيء اللي هو معناها. دونك نحن نرجعوا للكلمه الصحيحه اللي الزمن الجميل اللي هو المسلسلات القديمه نتاعنا، كيف شوف لي حل، كيف اللي هما قاعدين يتعاودوا لحد الساعه انهم هما لحد الساعه هما في المراتب الاولى. هذه حاجه نحن متاكدين منها. هو راهو فيها نوعا ما من الحنين وانت تتفرج معناها، خاطر وانت تتفرج في مسلسل قديم ترجع بك الذاكره لصغرك وقتي كنت صغير. اي شيء اخر يرجعك للحنين، غنايه قديمه، ريحه بارفان شميتها في وقت من الاوقات معناها. تو سكي نو رابيل لا نوستالجي احنا نحبوه معناها، مش معناها كونهم هما المسلسلات هذوكم معناها لي ريفيرونس معناها. نتصور اللي ثم مسلسلات اخرى جات بعد المسلسلات هذيك مهمه جدا، لكن احنا ياسر مربوطين بالحنين، احنا اوني تري نوستالجيك التوانسه. صحيح. نجموا نشوفوا سي جلال في التلفزه مره اخرى؟
ان شاء الله كان خموا فيا المخرجين علاش ليش اكيد دعوه للمخرجين اللي يسمعوا فينا اكيد. خالد بالحق بالحق اسمعني نقول لك حاجه سي جلال، خدمتك هي اللي تحكي عليك. باش نذكرك انت قامه فنيه، ووقت اللي كلمتك انا قلت لك سعداء جدا انه تكون حاضر معنا بالحق حتى بالتليفون، على خاطر لو كان جاء سير الايام موش رمضان انا ما نرضاش انك تكون اقل حاجه انك تكون بحذنا لهنا ونعملوا لك تكريم في راديويت، لانك بالحق تجيب بحذنا سير بلاتو لهنا. اي ويعطيك الصحه. دونك نحب نسمعك مقطع من مسرحيه على 1:30. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, عيد ميلاد سعيد. Happy birthday to you حبي. Buon compleanno a te. عايزين كملها بالشنواز. هذا اللي بيك عزيزتي. ايه تشانغا تشونغ تشينغ تشانغ تشونغ تشانغا تشينغ تشينغ تشانغ تشونغ. ايا ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا حبي. ما هو خاطر انا ما ناقصني كان عيد ميلاد، اللي ما لقاش خبزه يرمرمها. هكا وانا زعما قطعت سقيه باش لقيت باتيسري محلوله وجبت لك خبزه. وجبت خبزه جاتو زاده. تحب تراها لا لا لا، مش قلت لك انا 3 سنين التالي انسى اللي عندي عيد ميلاد. عليه العباد يبداو يتمناو في نهار عيد ميلادهم باش يحتفلوا بيه، وانت تحب هكا تفسخوا تقرقشوا من الذاكره نتاعك. بربي يزي بربي. شوف انا كنت نتفرج في عيد ميلاد، شوفك العز، شوف العيد ميلاد. لا ذوكم يموهوا علينا ذوك. خلي غادي خليهم يموهوا عليا. يكذبوا يمثلوا. انا قلت لك خليه يكذبوا عليا على الاقل نتفرج في شويه كذب يفرهد عليا. شوفك العيد ميلاد هذاك تلقاه اوتيل 5 ايطوال دولوكس. شفت المستدنين الكلهم لابسين السواريات والفريرات وراهي ريحتهم الكلها بالبارفانات، راهم سوري 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 وسقيهم بالريش. تعرف قبيله كانت تشطح هذيك معاه في السلو يا اخي، دخل يده المكتوب وجبد سنيدق هكا كبيرو كبيرته يا مينتي حلته. مسرحيه على 1:30 من المرات القليله اللي في ليزانترفيو ما يعديوش مقطع من مسرحيه دار لهنا، معناها ويعديو لقطه من المسرحيه الثانيه اللي ما تقلش اهميه على مسرحيه دار لهنا، واللي عالجنا فيها وقتها موضوع الفن وعلاقته بالفلوس. دونك احنا مازلنا محضرين لك المفاجاه، مقطع مسرحيه دار لهنا. انت في عرس يا اخي، كان المصور يصورك ويحط لك خليقتك فوق الطاوله، تشريها ولا تخليها؟ لا نخليها. والله انا خليقتي اصلا مقلق منها. تعرفش كيفاش؟ خليها له يخوف بها اولادهم يساش. باهي كي يدور فيها رشق اش نعملوا؟ لا ما نرشقش. والله شنيا عرس في صاله وفيه رشق، شنو تقعير هذا؟ وين نعرف عليهم هاو الجمعه هذه الكل كل يوم يطلعوا بطلعه. اي انا هاني قلت لك ما نرشقش. معناها تضحك عليا الفاميليا؟ لا تقوم تتفخر بيا، انا نفرني وانت تتفخر. راجلي هذاك راهو راجلي تنت خلهوني عنده برشا فلوس يفرق فيهم على عرس الناس، وانت كاريه روبه ب70,000 مازالت ما خلصتش. خيت عليك، معناها انا مبدله ومزينه في عوز الكلام الحلوك الشتاء، انت تجلتي ما وراء اختها. مررتها لي المشيه مررتها لي. برا الله يمرر لك مشي، امشي تو فايمي ساكت امشي. ايه بعد شنو ساكت؟ تقعد ساكت حتى يوصلوا للصاله. وانا عندي مع شكون نحكي في العرس؟ تي هذا يا بابا الله عرس اخت زميلتك، تي انا زميل. مسرحيه دار لهنا مازلنا نضحكوا تويكا على المسرحيه نتاع دار لهنا، مسرحيه على 1:30، مسلسل حسابات وعقابات، اعمال جميله وتبقى في الذاكره خالد. بالطبيعه
شوف انا فما كلمه ديما نقولها على الممثل اللي خلى بصمه الى حد اليوم قاعدين يحكيوها، كيف سفيان الله يرحمه الشعري، سفيان الشعري. شوف انا ديما نرجع عليه، هي اصلا راديو زمان عليه راجعين نحن لتالي. هذا سؤال، هي فقره برشا عباد يسالوا فيها، برشا عباد يقولوا لي شنو راديو زمان. راديو زمان الناس بالرسمي تلوج على الحاجه اللي الزمنيه، الحاجه اللي تخلي بصمه وما تنساش راهو فيها المحترف اللي هو جلال الدين السعدي، والا قبل حكينا على حاتم باللكحل ولا الاسامي الكبيره. مثلا ما نعرفش انا الله يرحمه نصر الدين بن مختار، الله يرحمه. كي نحكيو على لمين النهدي، نحن نحكيو على الفخار بكري. الناس هذوما راهو خليو بصمه لحد ساعه، والناس قاعده تتفرج فيهم ويعاودوا. مش صحيح هو كما قال سي جلال الدين السعدي رانا نحن نرجعوا نحبوا نتذكروا روحنا وقت اللي كنا صغار. إليه يا ودي التوا كي نحط انا مسرحيه توا نتاع سي جلال الدين السعدي ولحد الساعه البو والخو يتلموا العائله كامله ويتفرجوا فيها وتكون حاجه مزيانه. مش فما توا مكثر المسلسلات ما نتفرجوا فيها. عادش نجموا نتلموا هذيك. شنو عندك جديد سي جلال؟ عندي مسرحيتين، مسرحيه ملا جو مع كوثر باردي ان شاء الله باش يكون عندنا زوز عروض نهار 22 ونهار 25 افريل في المسرح البلدي، وعندي مسرحيه ثانيه مورستان انتاج فرقه مدينه تونس واللي زاد نصي انا وتمثيل كوثر الباردي وريم الزريبي وسلام الباجي ما شاء الله ما شاء الله وعبدكم الفقيه. ما شاء الله عليكم. يعطيك الصحة سي جلال السعدي اللي كان ضيف فقرة راديو زمان. أحلى تحية ليك، نحب نقولوا لك رانا بالحق احنا كمستمعين رانا نحبوك برشا، ووقت اللي نسمعوا ونتفرجوا في مسرحياتك رانا نضحكوا برشا، واكبر دليل انه احنا في البلاتو لهنا واحنا نسمعوا في المقطع نضحكوا وعاملين برشا جو. احلى تحيه ليك، ان شاء الله نشوفوك قريبا في منزل بورقيبه في راديو ويت. شكرا ليك على قبول الدعوه. احلى تحيه ليك من فريق استوديو رمضان الكل، ونقولوا لك شهيه طيبه وعلى امل اللقاء قريبا ان شاء الله. نحبوا ديما تواجدك في الساحه الفنيه سواء مسرح سواء تلفزه، علاش لا ما نشوفوكش في التلفزه قريبا جدا. كلمة الختام كلمة الختام يقول لك سي خالد، كلمة الختام نحبوها تكون من عندك. ربي فضلكم. والله يعجز اللسان على التعبير، معناها خاطر عندي مدة ما عملتش اون انترفيو، معناها وانا كنت مقرر باش ما عادش نعمل اون انترفيو، دونك ما عنديش حاجه جديده، ما فماش علاش لا نظهر لا في الاذاعه لا في التلفزه. دونك بارك الله فيكم على هالاستضافه، انا سعيد جدا، عديت وقيت حلو معكم، وان شاء الله نجيكم المنزل بورقيبه ان شاء الله. ان شاء الله. شهيه طيبه سي جلال الدين السعدي، تحيه كبيره ليك من راديو ويت. ما زلنا مواصلين مع راديو ويت منزل بورقيبه.